المصريين انتوا منكم وفيكم، انتوا بتحبوا تبلطجوا على بعض، انا مالي. الإمارات مش دولة بنحبها، الإمارات كيان بنعشقه. قديش تقدير ضابط في الامن الوطني؟ 25,000. شركائي الأعزاء، أحييكم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا من أبو ظبي، عاصمة السلام وأرض الأمان وبيت الاطمئنان ومنازل محتاج ومسقط رأس زايد الخير. المصريين انتوا منكم وفيكم، انتوا بتحبوا تبلطجوا على بعض، انا مالي. صلوا على محمد وآل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 الساعة 6 صباحا، لما أنا سمعت الفويس اللي حضراتكم سمعتوه، إن في إحدى السيدات بتسيء للشعب المصري والأجهزة الأمنية المصرية. شفتوا انتوا اللي بتعرضوا علي البلطجة على فكرة. المصريين انتوا منكم وفيكم، انتوا بتحبوا تبلطجوا على بعض، انا مالي. وده كان على موقع تويتر اللي كان منزله واحد من اهل الشر، اللي هم ولا اخوان ولا مسلمين وشمتان، وبيقول ان العلاقات المصرية الاماراتية بتشهد توتر، عشان كده مخليين او سايبين دولة الامارات احدى المقيمات على ارضها تسيء للشعب المصري وللأجهزة الأمنية المصرية. عشان كده فضلت مستني أشوف التعليقات اللي على البوست دوت. صلوا على محمد وآل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. استنى، ده شغال في الامن الوطني. انا عملت معاك. قلت بابا هي خليها بقى ايه، فهميها كده، انا الراجل ده قدر المشاكل بتاعتك بقى، الافلام اللي عندي ولو في قواضي قدريها خالصه. تمام. انت فاهمه ان انا شغال في الامن الوطني. أغلبية التعليقات حضراتكم أجمعت على إنها تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأصولها ترجع لدولة ربنا يفك كربهم يا رب بحق جاه النبي وأهل بيته. دي مش قضيتنا، وحتى لغاية أمس ما كنتش أعرف مين الشخصية ديت، وهحكي لكم حصل إيه النهاردة. يعني أنا إن حصل تطورات من أمس الاثنين النهاردة الثلاث، وأنا بسجل الفيديو دوت على اليوتيوب، حصل تطورات هحكيها لكم بالتفصيل. حتى على البوست اللي على تويتر في فيوسات لواحد بيدعي انه في الامن الوطني المصري، وهنرجع ليه. بس الاول نشوف هذه السيدة. انا ما اعرفهاش معرفة شخصية ولا اعرف حكايتها ايه او قصتها ايه، وايا من كان هي قالت كده ليه، او الظروف او الظرف او الوضع او الاوضاع اللي دعاها انها تسيء للشعب المصري والاجهزة الامنية المصرية. انت فاهمه ان انا شغال في الامن الوطني. شغال بالامن الوطني. صلوا على محمد وآل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قديش تقدير ضابط في الامن الوطني؟ 25,000. هو تبع الامن الوطني، انا دفعت ال 1000 جنيه ده عشان خاطر اجيبه، على فكره عشان خاطر اجيب رقمه واتواصل معاه، هو اللي هيعرف يرازيلك الناس اللي بره واللي جوه. الله. بناء عليه حضراتكم رفعت كل الفيوسات ديت على تطبيق اسمه الأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وظاهر قدامكم ازاي تتواصلوا معاه من داخل دولة الإمارات أو من خارجها. وبناشد كل حد عنده فويس أو شيء إن السيدة دي بتسيء للمصريين والأجهزة الأمنية المصرية يرفعها على التطبيق أو يبعتها لي. ده كان أمس، وبعد ما نزلت الفيديو على تويتر والانستا جالي كم رسائل بيقولوا لي مين الست دي، اسمها، وبتعمل ايه مع السيدات والفتيات المصريات. واليوم الثلاث 5 أغسطس 2025 وتحديدا الساعة 7:15 جالي اتصال. قديش تقدير ضابط في الامن الوطني؟ 25,000. هو تبع الامن الوطني، انا دفعت ال 1000 جنيه ده عشان خاطر اجيبه، على فكره عشان خاطر اجيب رقمه واتواصل معاه، هو اللي هيعرف يرازيلك الناس اللي بره واللي جوه. الله. صلوا على محمد وآل محمد
عليه أفضل الصلاة والسلام. كانوا بيتأكدوا من بعض البيانات اللي تخصني أنا شخصيا، وفي المكالمة ديت قلت لهم أنا جالي كم هائل من الرسائل على تويتر والانستا بعد ما نزلت الفيديو دوت، وناس قايلين كل شيء، حتى في بلاغات مفتوحة في هذه السيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كل ده أرسلته. صلوا على محمد وآل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. انت فاهمان ان انا شغال في الامن الوطني؟ شغال بالامن الوطني. أرسلته ليهم وأنا معاهم في المكالمة من التليفون التاني بأرقام البلاغات بكل شيء وصلني على الرسائل الداخلية على تويتر والانستا. طبعا مش هقدر أقول كل اللي دار في المكالمة، حتى هم سألوني بعض الأسئلة، هل تعرف السيدة ديت في علاقة بينكم في طب الفيوزات دي جبتها منين، عرفتها منين؟ قلت لهم شفتها على تويتر، حتى بعت لهم اللينك البوست اللي نازل على تويتر جبته منين. طب هي السيدة دي قالته فين؟ قلت لهم ما اعرفش، هل قالته على احدى مواقع التواصل الاجتماعي او قالته في جلسة خاصة او على الواتس او في مقابلة، الله اعلم، وحقيقي انا ما اعرفش. فكان رأيهم ان ممكن هذه السيدة تحرك ضدي بلاغ ان انا اذعت ليها شيء بصوتها بدون علمها او اذنها. فكان ردي الطبيعي حتى لو وصلت لدرجة المساومة اني اتنازل عن البلاغ في مقابل انها ما تحركش ضدي بلاغ بالتشهير، ده استحالة مهما حصل، ومتوقعه انا مش هتنازل، لان ده اساءة للشعب المصري انه وصفه بالبلطجة، اساءة للاجهزة الامنية المصرية وتحديدا امن الدولة. فده مش خط احمر، ده خطوط حمراء. فانا متقبل اي رد فعل ولن اتنازل مهما حصل. طيب انت هتعمل ايه؟ انا ماشي في اجراءاتي، هم هيفحصوا ويعرفوا الرسائل اللي انا بعتها اللي جات لي. طبعا قايلين مين، هل هي نفس السيده اللي جات لي على الرسائل على الانستا وتويتر، هل هي دي ولا لا؟ هيعرفوا من بصمة صوتها. وان شاء الله قالوا لي انتظر خلال 5 ايام عمل هيتم استدعائي او الرد على البلاغ اللي انا فتحته، ومعايا رقمه ومعايا كل شيء. تاني وعاشر ومليون بناشد كل انسان تواجد في دولة الامارات العربية المتحدة، ان كان مواطن او مواطن مقيم، يفتح بلاغ عن طريق تطبيق الامين لو عنده شيء ضد هذه السيدة، او من خارج دولة الامارات تقدروا تحملوا تطبيق الامين وترفعوا كل شيء عنها. رجاء مش هنفضل ساكتين ان اي حد او كل من هب ودب يسيء للشعب المصري وللاجهزة الامنية المصرية. لا، دي مصر، دي مصر، دي مصر. عيال زايد ليسوا فحسب من عاشوا وتربوا في كنفه، عيال زايد هم كل من عاشوا على أرضه وانتسبوا له محبة ووفاء وعرفان. حب الإمارات مغروس فينا، الفضل بعد الله للشيخ زايد، وولائنا واجب علينا. ربنا يحفظ مصر وشعب مصر ورئيس مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطة مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.